اهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة فيديو ال50 سؤال على اول درس عندنا في الوحدة التالتة بعنوان الزراعة في وطننا العربي. وبعد ما نحل مع بعض الاسئلة دي سؤال سؤال هتلاقيني سايب لك لينك علشان تحمل منه الملزمة وتطبعها وتحلها براحتك، وكمان هتلاقيني سايب لك لينك للواجب تحت الفيديو على طول. ويلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه. أول سؤال عندنا سؤال خريطة، وبيسألني وبيقول لي رقم 1 دي دولة تتركز بها زراعة البن. من غير ما ابص على الخريطة، مين رقم 1 في البن؟ أقول له اليمن. طب رقم 2 دولة تتركز بها زراعة القطن والكتان. احنا عرفنا ان القطن والكتان رقم 1 ورقم 2 السودان ومصر. طب تعالى كده نشوف رقم 2 اهي، دي دولة ايه؟ اقول له دي دولة السودان، يبقى اقول له السودان. طب رقم 3 دولة منتجة للموالح، هي ايه؟ اقول له الموالح كانت مصر والعراق وفلسطين. طب نشوف رقم 3 دي ايه؟ اقول له دي العراق. طب رقم 4 اولى الدول العربية المنتجة لمحاصيل الحبوب الغذائية. من غير حتى ما ابص على الخريطة، مصر هي اول دولة منتجة للحبوب الغذائية، يعني منتجة للقمح والذرة والارز وكمان المحاصيل السكرية وكمان التمور. مصر رقم 1. طيب بالنسبة لتاني سؤال عندنا سؤال أكمل، وبيقول لي رقم 1 تنقسم مقومات الزراعة إلى مقومات طبيعية ومقومات نقط. أقول له طبيعية وبشرية. طب رقم 2 الزراعة توفر المواد الخام اللازمة لإيه؟ أقول له اللازمة للصناعة، علشان يبقى عندي صناعة لازم أجيب مواد خام زراعية. طب رقم 3 تحتل مصر المركز الكام في إنتاج التمور في الوطن العربي. أقول له المركز الأول في التمور والحبوب الغذائية والمحاصيل السكرية. طب رقم 4 تقوم الزراعة في الأجزاء الشمالية في الوطن العربي على إيه؟ أقول له على مياه الأمطار، وكمان مياه الأمطار دي برضو بيزرعوا فيها في اليمن وجنوب موريتانيا. يبقى الأجزاء الشمالية في الوطن العربي الدنيا هناك بتمطر فبيزرعوا على مياه الأمطار، وكمان عندك في اليمن وجنوب موريتانيا. طب رقم 5 تتعرض الزراعة في الوطن العربي لمشكلة اسمها تذبذب كمية إيه؟ أقول له تذبذب كمية الأمطار، يعني اختلاف كمية الأمطار عام بعد عام، كمية المطر اللي بتنزل مش ثابتة، ودي من المشاكل اللي بتواجه الزراعة عندي في الوطن العربي. طب رقم 6 تتركز زراعة البن فين؟ قلنا البن احنا لسه حليناها في الخريطة، اليمن. طب رقم 7 تنوع المناخ في الوطن العربي ادى الى تنوع ايه؟ اقول له ادى الى تنوع المحاصيل الزراعيه. لما بقى عندنا تنوع في المناخ، اماكن حاره واماكن معتدله، هنا بيطلع محاصيل وهنا بيطلع محاصيل، يبقى تنوع المناخ ادى الى تنوع المحاصيل الزراعيه. طب رقم 8 القمح والارز من محاصيل ايه؟ القمح والارز ومعاهم الذره بنقول عليهم ايه؟ اقول له بنقول عليهم محاصيل الحبوب الغذائيه. طب القطن والكتان من محاصيل ايه؟ اقول له القطن والكتان دي اسمها محاصيل الالياف، يعني المحاصيل اللي بقدر اعمل منها هدوم. طب رقم 10 يتركز انتاج القطن والكتان في دولتي ايه وايه؟ اقول له قطن وكتان يبقى السودان ومصر. طب رقم 11 احدى مناطق التراث العالمي للزراعة في مصر هي واحة ايه؟ ايه الواحة اللي موجودة عندنا في مصر وموجودة في مناطق التراث العالمي؟ اقول له واحة سيوة. طب رقم 12 بتشتهر واحة العين وواحة سيوة وواحة ليوة بزراعة انواع مميزة من ايه؟ اقول له بزراعة انواع مميزة من النخيل. الثلاث واحات دول فيهم انواع مميزة من اشجار النخيل. طب بالنسبة للسؤال الثالث عندنا وهو سؤال صح وغلط، وأول حاجة عندي بيقول لي تتنوع مصادر المياه العذبة في الوطن العربي. يعني إيه؟ يعني عندك أكتر من نوع من المياه العذبة؟ أقول له أيوة، عندنا مياه عذبة بتيجي من الأنهار، وعندنا مياه عذبة اسمها مياه جوفية، وعندنا مياه عذبة بتنزل مع المطر يعني مياه أمطار. يبقى الإجابة صح، يبقى تتنوع مصادر المياه العذبة في الوطن العربي. أقول له صح. طب رقم 2 المنظمة المسؤولة عن الأغذية والزراعة هي اليونسكو. أقول له غلط، المنظمة اللي مسؤولة عن الأغذية والزراعة اسمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اللي بنقول عليها الفاو. يبقى منظمة الفاو هي المنظمة المسؤولة عن الأغذية والزراعة. برضو عندي ثالث سؤال في صح وغلط، وبيقول لي منظمة اليونسكو هي المسؤولة عن إعلان مناطق التراث العالمي للزراعة. أقول له مدام مناطق تراث للزراعة يبقى منظمة الفاو مش منظمة اليونسكو، يعني الإجابة غلط. طب رقم 4 قصب السكر من محاصيل الحبوب الغذائية. أقول له غلط، قصب السكر من المحاصيل السكرية. طب رقم 5 توجد التربة الخصبة على جانبي الأنهار. أقول له صح، افضل تربه للزراعه يعني التربه الكويسه بتبقى جنب الانهار. طب رقم 6 يحصل سكان الواحات على المياه العذبه من الانهار. غلط، الواحات بيعتمدوا على المياه الجوفيه، بيحفروا في الارض وبيطلعوا المياه الجوفيه عن طريق الابار او العيون. طب رقم 7
تساعد الزراعة في توفير فرص عمل لسكان الوطن العربي، يعني الزراعة بتوفر شغل. أقول له صح. طب رقم 8، وسائل النقل من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة. غلط، وسائل النقل دي عوامل بس عوامل بشرية مش طبيعية. طب رقم 9، رأس المال مهم لشراء البذور والأسمدة. أقول له صح. طب رقم 10، يتزايد الطلب على المنتجات الزراعية العربية بتاعتنا في الأسواق العالمية والمحلية. أقول له صح. طب رقم 11، قامت الدول العربية باستحداث أنواع جديدة من البذور للتكيف مع تغير المناخ، يعني الدول العربية بدأت تدور في بذور بتتكيف وبتقدر تتأقلم مع تغير المناخ. أقول له صح. طب بالنسبة لرابع سؤال عندنا وهو سؤال اختياري وبيقول لي رقم 1، أولى الدول العربية في إنتاج التمور. أقول له من غير ما أفكر مصر. التمور مصر، البن اليمن. طب رقم 2، واحة مصرية تم تصنيفها كإحدى مواقع التراث الزراعي العالمي، هي واحد إيه؟ أقول له على طول عندنا واحد سيوة في مصر، وفي الإمارات العين وليوة. طب رقم 3، دولة تقوم فيها الزراعة على مياه الأنهار. أقول له تعالى، مياه الأنهار احنا عندنا نهر النيل في مصر والسودان، وعندنا دجلة والفرات في العراق. اكيد حاجه من الثلاثه دول، يا مصر يا السودان يا العراق. طب تعالى كده نشوف الاختياري. السودان اهي، يبقى اختارها على طول. طب رقم 4، تعتمد الزراعه في الاجزاء الشماليه من الوطن العربي على مياه ايه؟ قلنا الاجزاء الشماليه على طول الامطار. طب رقم 5، تقوم الزراعه في الوطن العربي على المياه الجوفيه في انهي مناطق؟ اقول له على طول في المناطق الصحراويه. المناطق الصحراويه خاصه في الواحات هناك بيزرعوا وبيعتمدوا على المياه الجوفيه، فالمياه الجوفيه هي السبب الاول والرئيسي لقيام الزراعه في المناطق الصحراوية تحديدا في الواحات. طب رقم 6، من المقومات الطبيعية لقيام الزراعة. شوف لي اللي قدامك دول ايه المقومات الطبيعية. هل الايدي العاملة؟ لا دي بشرية. وسائل النقل؟ لا بشرية. السوق؟ برضه بشرية. طب المناخ؟ اقول له طبيعية. طيب رقم 7 بيقول لي أي مما يلي يعد من المقومات البشرية لقيام الزراعة. هل المياه العذبة؟ لا المياه العذبة مقومات طبيعية. طب الأيدي العاملة؟ هي الأيدي العاملة. الأيدي العاملة من المقومات البشرية لقيام الزراعة. طب رقم 8، يتركز إنتاج الألياف في الوطن العربي في دولة إيه؟ الألياف يعني إيه؟ الألياف يعني القطن والكتان. إحنا اتفقنا القطن والكتان، السودان رقم 1 ومصر رقم 2. تعال بقى نشوف كده في الاختياري جايب لي مين فيهم؟ جايب لي مصر أهي، يبقى اختارها على طول. طب رقم 9، احد محاصيل الحبوب الغذائيه. انا جايب لك شويه محاصيل، عايزك تقول لي مين فيهم الحبوب الغذائيه. احنا اتفقنا الحبوب الغذائيه ايه وايه وايه؟ قمح ورز وذره. طب تعال نشوف الاختياري. في ذره، يبقى اختاره على طول. طب رقم 10، دوله منتجه للموالح. طيب مين؟ اقول له مصر والعراق وفلسطين. طب جايب لي مين في الاختياري؟ ابص كده فلسطين اهي، يبقى اختارها على طول. طيب رقم 11 بيقول لي تحتفل الدول العربية بيوم 27 سبتمبر بيوم نقط العربي. هل بيوم السياحة العربي ولا بيوم الزراعة العربي؟ اقول له بيوم الزراعة العربي. طب اشمعنى تحديدا يوم 27 سبتمبر؟ وعلى فكرة ده ممكن يبقى سؤال يقول لي بما تفسر تحتفل الدول العربية بيوم 27 سبتمبر بيوم الزراعة العربي. اقول له لان في اليوم ده المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدأت في اداء مهامها، بدأت تشتغل في يوم 27 سبتمبر، فالدول العربية اتخذت من يوم 27 سبتمبر يوم الزراعة العربي. طيب بالنسبة للسؤال الخامس عندنا وهو سؤال بيقول لي اجب عما يأتي، جايب لي شوية اسئلة وبيقول لي حلها لي. زي ايه؟ بيقول لك بما تفسر اهمية الزراعة في الوطن العربي. قول لي اهمية الزراعة. اقول له بتوفر لي 3 حاجات ومصدر للدخل القومي. طب بتوفر لي ايه؟ اقول له بتوفر لي المنتجات الغذائيه للسكان والحيوانات، بتوفر فرص عمل للسكان، بتوفر المواد الخام اللازمه للصناعه، واخر حاجه مصدر للدخل القومي. تاني، بتوفر 3 حاجات ومصدر للدخل القومي، بتوفر المنتجات الغذائية للسكان والحيوانات، بتوفر فرص عمل للسكان، بتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة. طب تاني سؤال عندي بيقول لي بما تفسر قيام الزراعة في الواحات. ليه في زراعة في الواحات؟ اقول له بسبب وجود المياه الجوفية. نفس السؤال اللي بعد بيقول لي بما تفسر قيام الزراعة في الاجزاء الشمالية. قول لي المياه هناك ايه؟ اقول له بسبب سقوط الامطار. طب بيقول لي بما تفسر تتنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. اقول له بسبب تنوع المناخ، علشان عندي مناخ متنوع بقى عندي محاصيل زراعية متنوعة. طب بعد كده بيقول لي بما تفسر أهمية رأس المال للنشاط الزراعي. ليه الفلوس مهمة للزراعة؟ أقول له لأننا بنستخدمها في شراء الآلات الزراعية والبذور والأسمدة وإقامة المشروعات الزراعية، كل ده بيتم عن طريق الفلوس، يعني عن طريق رأس المال. يبقى تاني رأس المال يستخدم في إيه؟ في شراء الآلات الزراعية والبذور والأسمدة وإقامة المشروعات الزراعية. طب لو قال لي بما تفسر أهمية وسائل النقل في الزراعة. قول لي أهمية وسائل النقل. أقول له لأنها بتستخدم في نقل المواد التي
التي تحتاجها الزراعة، الحاجات اللي الزراعة محتاجها بنستخدم وسائل النقل في نقلها، وكمان المنتجات الزراعية إلى مناطق الاستهلاك، المنتجات والمحاصيل اللي احنا طلعناها من الزراعة بننقلها من الحقل إلى الأسواق اللي هي مناطق الاستهلاك عن طريق وسائل النقل. يبقى تستخدم في نقل المواد التي تحتاجها الزراعة والمنتجات الزراعية إلى مناطق الاستهلاك. طب لو قال لي بما تفسر اتجاه بعض الدول العربية لاستخدام نظام الري بالرش، ليه دول كتير دلوقتي بدأت تستخدم نظام الري بالرش؟ اقول له لتوفير المياه العذبة المستخدمة في الزراعة، علشان نوفر المياه العذبة. لما بنستخدم نظام الري بالرش بنوفر مياه عذبة كتير جدا جدا جدا. اخر سؤال عندي بيقول لي ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ بالوطن العربي؟ يعني ايه اللي حصل لما بقى عندك مناخ متنوع؟ اقول له ادى الى تنوع المحاصيل الزراعية، والسؤال ده مهم جدا جدا جدا. ده بالنسبة لأسئلة اول درس عندنا في الوحدة الثالثة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ما تنساش تحمل الملزمة دي من تحت الفيديو على طول، وكمان تحل الواجب. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.